خليني نكون صريح في سورتو الكان تاع اسماعيل الغربي. يظهر لي الجامعه التونسيه لكره القدم واللجنه اللي مسؤوله على راسها سي محمد سليم بن عثمان اللي مسؤولين على انتدابات اللاعبين هذوما اللي بي ناسيونو، قامت بكل ما هو لازم واكثر من لازم مع اللاعب هذا. دونك اليوم المنتخب مفتوح، كنا نتمناو باش اسماعيل الغربي يكون موجود معنا. اعطاه هو وخاصه الولي نتاعو بوه مؤشرات ايجابيه وعبروا على رغبتهم باش يكون موجود، يحب ياخذ اكثر وقت نتاع تفكير، هذا من حقه. المنتخب التونسي مفتوح لاسماعيل الغربي وغير اسماعيل الغربي، لكن دائما حب الانتماء يبقى هو الشرط الاساسي. دونك يضر اليوم الكره عند اسماعيل الغربي. ما هو سيف الدين الخاوي ما ثم حتى حكايه، اللي موجود هو نفسه سيف الدين الخاوي ابن المنتخب، لاعب في المنتخب. الستاج اللي فات كان كونفوكي معنا، تعرض الاصابه بالنسبه لنا احنا، نعرفوا ما نحبش نرجع معناتها الحاجات اللي صارت الكل. اليوم سيف الدين الخاوي كيما الياس سخيري كيما عدة لاعبين فانت كونترا، خيرنا باش نعطوه فتره يتاقلم مع النادي الجديد، ان شاء الله ربي يوفقه في كونترا جديد. ابواب المنتخب مفتوحه، سيف الخاوي يبقى ابن المنتخب. شوف راهو في المنتخب معناتها ما تعملوش بالتدوينات ولي ريزو سوسيو شنو يحكي سيف الخاوي شنو يتكلم، هذا احنا ما يعنيناش. احنا بالنسبه لنا سيف الدين الخاوي ابن المنتخب، لاعب موجود في القائمه الموسعه تاع المنتخب. التربص الفار توجهنا له الدعوه قال لي انا مصاب، احنا دائما نسبقوا حسن النيه، اذا ثم امور داخليه تتفضل داخليا، لكن بالنسبه لنا في اذهاننا كعائله تاع منتخب ما عندناش مشكل اسمه سيف الخاوي. سيف الخاوي لاعب ابن المنتخب، وقت يستحق الدعوه ان شاء الله يكون موجود معنا. بالنسبه لاسامه الحدادي يظهر لي سبقت وحكيت قلت ثم بعض اللاعبين اللي شخصيا نعتبرهم انتر بارونتيز بلغه الكره ظلموا، حكيت اللي اسامه الحدادي في الكوب دي موند كان من افضل اللاعبين اللي بلو بيرفورمون، احنا نتابعوا فيه في الشامبيون تاعو، قايم بمردود ممتاز، من اكثر اللاعبين مشاركه، عنده دي بيرفورمانس خارقين العاده في البطوله تاعو. يظهر لي اليوم حق اسامه الحدادي ماهوش جديد على المنتخب التونسي، صارت بعض الغيابات، اليوم اسامه الحدادي خذا مكانه الطبيعي، ان شاء الله ربي يوفقه معنا. ياسين الخنيسي نعرفه قيمه ثابته، كان متواجد معنا في المونديال. التربص الاخير تعرض للاصابه في اخر لحظه. التربص هذا رغم اللي توا لي بيرفورمون ياسين البارح بركه يظهر لي يسجل ونهنيوه الترشح نتاع الفريق نتاعو. دونك المتابعه متواصله، الاتصال متواصل. كيف ما حكيت لك خيرنا باش نعطيه فرصه، شفنا حمدي العبيدي، هيثم الجويني كان موجود في الفتره الاخيره. بعض اللاعبين دائما في فتره كي يكون مسموح عادي جدا باش الناخب الوطني والا الاطار الفني يشوف حلول اخرى ويشوف بعض اللاعبين الاخرين، لكن ياسين الخنيسي يبقى دائما في قائمه المنتخب، وان شاء الله في التربصات القادمه يكون موجود معنا. علي معلول من بعد التربص الاخير تاع شهر مارس اكثر لاعب تقريبا في المنتخب، لاعب عدد تاع دقائق اكثر من 1173 دقيقه. اذا استثنينا المباراه ان شاء الله ربي يوفقه في المباراه تاع الدور النهائي اللي باش يلعبها نهار الاحد، ممكن يوصل 1200 دقيقه. دونك نومبر كونسيديرابل بالنسبه لي. هو حكيت مع علي معلول، تشاورت انا وياه، ويظهر لي من حق اللاعب هذا باش نعطوه فتره تاع راحه في الانتر سيزون، سينون باش تولي سيزون تروازيام سيزون دو سويت اللي ما يخوش فيها فتره تاع راحه. حمدي العبيدي، هيكل الشيخاوي، اسامه بوقره واسامه عبيد، هذوما لاعبين استقرار كبير في الاداء تاعهم على مستوى النوادي، ظهروا مؤشرات ايجابيه. دونك اليوم من حقهم باش يكونوا موجودين في المنتخب. برينا من الصالح خاصه في الفتره هذه، نعرفوا اللي تقريبا شهر سبتمبر التربص الجاي باش يكون 3 شهور قبل المشاركه في الكاس الافريقيه، وهذا هو الهدف القادم نتاعنا. دونك باش تكون تقريبا الليسته ب 95% هي اللي باش تشارك، اللي باش تشارك في سبتمبر، هي اللي باش تكون نتمناو تكون الناس الكل معناتها على ديسبوزيسيون، الناس الكل في افضل حالاتها البدنيه. دونك اليوم يظهر لي عادي جدا اذا كان في فتره كيف من هكا عندنا مباراه وديه، مباراه ضد غينيا الاستوائيه في تصفيات كاس افريقيا اللي احنا ضمننا فيها ترشح، مش معناتها باش نتعاملوا تراخي والا ما ناش كونسونطري على ماتش هذوما، بالعكس المنتخب التونسي عنده من الثقافه اليوم باش يكون تري كونسونطري ويعرف باش يتعامل مع المباريات هذوما. لكن يظهر لي اللاعبين هذوما من حقهم باش ياخذوا فرصه، وان شاء الله كما حكيت اليوم الكره عندهم هما ياكدوا مستواهم، وهذا اللي احنا نحبوه. كل لاعب يقدم الاداء والمردود الممتاز الا وحقه باش يكون في المنتخب. حابين على سامي شوشان
شيء مجبالي اللي دائما كان موجود معنا في عده تربصات. لكن مالوريزمون هذوما زاد النوادي نتاعهم طلبوا بكل لطف من الاداره الفنيه ومن الجامعه باش ياخذوا الفتره نتاع الراحه السنويه نتاعهم، على خاطر تقريبا وقت استحقينا لهم خارج جورني فيفا في الكوب دي موند النوادي نتاعهم كانوا متفاهمين معنا، وهذا مطلوب معناتها التعاون ما بين الانديه وما بين اداره المنتخب. دونك خيرنا باش نخليوهم على ذمه النوادي نتاعهم باش ينجحوا. اهم شيء بالنسبه لنا احنا في المواسم القادمه نفس الشيء. غيث الوهابي قدم مستوى ممتاز، الدربالي كانوا ينجموا يكونوا متواجدين في القائمه. اليوم اخترنا ادريس العرفاوي، اخترنا محمد الضاوي كريستو اللي قدم مستوى ممتاز زاده، ونفس الشيء اسامه عبيد نعتبره من الجينيراسيون هذه من لو 23. دونك ثم دي جون جوار ان شاء الله ربي يوفق. المنتخب الجزائري اكيد باش يلقى الحلول اللازمه، نفس هو مترشح زاده، عنده الاولويات، عندهم اسي ديفيكتيف اللي نجموا يلعبوا فريق اول وفريق لا 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 ما توصلناش، ما نجموش نحكيو شكون باش تلعب شكون ما تلعبش. دونك شاك انترينور وشاك ايكيب عندها الاستراتيجي تاعها. احنا اللي نعرفوه كون المنتخب الجزائري مهما كانت قيمه اللاعبين اللي موجودين فيه نحترموه، هو نفس الشيء يحترم المنتخب التونسي. باش تكون مباراه وديه بطابع جدي، الناس الكل عندها لا كونسنتراسيون لونفي الى موتيفاسيون باش يقدموا مباراه ممتازه. احنا نحاولوا باش نستغلوا اكثر ممكن الزوز مباريات هذوما، مش مباراه المنتخب الجزائري كيف ما حكيت، باش نشوفوا بعض اللاعبين الجدد، باش نشوفوا بعض الحلول والافكار الجديده اللي نحبوا نشوفوها في المنتخب. دونك سي لوكازيون جامي. Mais c'est voilà, les nouveaux. Donc bien sûr, c'est une peine. Puis pour eux, Z, c'est une expérience extraordinaire. Donc Noir Diji convoqué pour la première fois en équipe nationale, c'est Sharaf. Pour moi, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un gardien d'avenir. Il a tout pour exploser. On va le suivre. Bon, déjà, je pense que c'est une première manière de montrer qu'on s'intéresse à lui. En plus de ça, pour le récompenser par rapport à la prestation pour le Coupe du Monde. نشوف التايم نتاعو، نشوف au niveau technique, au niveau du jeu au pied notamment, عنده تبارك الله عليه عنده. Donc il faut qu'il continue dans son sens là et on l'encourage dans ce sens. نتبعو. Il a 18 ans. والاخرين تبارك الله حنا انستابيليتي لقينا انستابيليتي في لي غارديان مع دحمان بن سعيد ومعز حسن وفما زاد les gardiens qui sont derrière, qui attendent. Donc voilà, la stabilité elle est là. Maintenant, les gardiens qui vont arriver, il va falloir que gagner leur place. C'est une concurrence obligatoirement par rapport aux performances dans leur club.